قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وانزل اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. اعرفوا ليه دلوقتي في الكومنتات اللي تتفرجوا على الفيديو مين عشان نعرف مع بعض مين الدولة المسيطرة، ويلا بينا مش هطول عليك. بيبدأ الأنمي بفريق القراصنة وهم بيطاردوا طيارة في لعبة بلانيت، وبيكون فريق الطيارة خايف جدا أحسن يخسر نقط في اللعبة، وبيقعدوا يتصلوا بفريق ستريسات لكنهم يا عيني ما يلحقوش، والقراصنة هم والطيارة وبتعملهم بطاطس محمرة. ومن السما بنرجع تاني على الأرض وبيكون في لاعبين بيطاردوا تنين بموتوسيكل، وبيكونوا بيطاردوا بقالهم 3 أيام بحالهم. فبيقول واحد من اللاعبين للاعب التاني إنهم لازم يقضوا عليه النهاردة، والتاني بيرد عليه إن دراعه تعبان لأنه سهران طول الليل بيلعب. فبيرد عليه اللاعب الاول وبيقول له انه هيتصرف ويشرب قهوه ومشروب طاقه لانهم لازم يصطادوا التنين والا القراصنه هياخدوا مجهودهم اللي بقالهم 3 ايام بيعملوه. وبيشرح اللاعب الاول ان في فريق تاني اسمه فريق غرناطه، وانه بسبب ان الفريق ده نايمين في الخط بقالهم فتره القراصنه نشيطين جدا وبيهجموا بكثافه على اللعيبه، وبيفضل الاثنين يطاردوا التنين لحد ما اللاعب الثاني بيقول للاعب الاول انهم لو فضلوا ماشيين في نفس الاتجاه فيوصلوا لتوايلايت هيل. لكن اللاعب الاول ما بيكونش فاهم ايه الخطر في منطقه توايلايت هيل، فبيشرح له اللاعب الثاني وبيقول له ان المنطقه دي هي مخبأ اقوى فريق في لعبه بلايت، وان الفريق ده بيتكون من 4 اشخاص وانهم خطيرين جدا، وعشان كده احسن حاجه يعملوها هي انهم ببساطه يتجنبوهم. وبيكون الفريق ده هو فريق عائله اكاباني، 4 لعيبه مستواهم عالي جدا من مدمني الالعاب. وبيقول اللاعب الثاني انهم كده خلاص هيتخلوا عن ملاحقه التنين لانه دخول توايلايت هيل خطير جدا. لكن اللاعب الاول بيعترض وبيقول انه خد اجازه من الشغل مخصوص عشان يطاردوا التنين ده. ولسه بيكملوا كلامهم بنلاقي ان بيت عائله اكاباني ظهر، وبيخرج منه لاعب بينط في السماء، وبعدين بيختار سلاح السيف وهوبا في ضربه واحده بس بيطير دماغ التنين، وبعدين بيختفي التنين وبيضاف لي كل المكاسب بتاعته. لكن اللاعب الاول بيكون متضايق جدا انه خد كل المكاسب دي لوحده على الرغم انه بيطاردوا التنين بقالهم 3 ايام. فبيقول لهم ايتشي لاعب في فريق عائله اكاباني ان هو ده قانون اللعبه، اللي بيسبب ضرر اكتر هو اللي بياخد المكاسب. وبيقعد ايتشي يتريق عليهم عشان بقالهم 3 ايام بيطاردوا في التنين بينما هو قضى عليه بضربه واحده. فاللاعب الاول بيشتم ايتشي وبيقول له انه مدمن العاب، فبيروح ايتشي مطلع السلاح بتاعه وبيهدد اللاعب الاول، وبيقول له انه حتى لو كانوا في عالم افتراضي بيفضل شعور سيء وهيخسروا كتير، بالاضافه الى انه هيتعاقب على خساره الجوله. وعلى الرغم من انه ايتشي مشهور اللاعبين الا انه بيقول لهم انه حاليا ممنوع وبيقول لهم يجوا معاه لبيت عائله اكاباني لانه الزعيم بتاع العيله هو اللي بيرجع له القرار الاخير لكل حاجه بتحصل على التل. لكن اللاعب الثاني بيكون خايف جدا وبيقول للاعب الاول انهم لو راحوا هناك فبلا شك، لكن اللاعب الثاني بيكون عايز ياخد المكاسب باي شكل، فبيروح ورا ايتشي. ولما بيخش اللعيبه مع ايتشي بيت العائله بيلاقوا بيت العيله فعلا، وان في لعيبه اسمها ماي بتطبخ عشان الغدا، وبترحب ماي بايتشي وبتساله كمان ان كان دول صحابه، فبيقول لها ايتشي انهم دخيلين، فبتتحمس وبتقول انهم ضيوفنا. وبعدين بينزل لاعب تاني وبيقول لايتشي انه سمع صوت زئير بره، فبيقول له ايتشي انه كان في تنين وانه قضى عليه. ولما بيلاقي اللاعب انه في ضيوف بيرحب بيهم وبيقول لهم ان اسمه وبيعتذر لهم على اسمه الغريب، وبيقول انه ما جاش في باله اسم تاني افضل وهو بيسمي نفسه في اللعبه. وبعدين بتلاحظ ماي ان اللعيبه الغرباء متصابين وحالتهم سيئه، فبيشرحوا لها انهم كانوا بيطاردوا التنين بقالهم 3 ايام، فبيصعبوا عليها وبتستخدم خاصيه الشفاء في اللعبه وبتشفيهم من كل جروحهم. وبتعزمهم ماي على الغداء وبتقول لهم ان الانسان بيحس بالجوع حتى لو كان في عالم افتراضي. بيكون الثلاثه بيتصرفوا كانهم عيله حقيقيه في بيتهم الحقيقي، وبيستغرب اللعيبه التانيين جدا ان دول الفريق الخطير مدمن الالعاب اللي كل الناس بتخاف منهم. ثم بيدخل شيرو زعيم عائله اكاباني دخوله الاسطوري، بيكون اللعيبه خايفين منه جدا وبيقولوا لنفسهم انه اكيد هيعمل منهم بطاطس محمره افتراضيه. وهنا بيدخل ايتشي على الخط وبيشرح لشيرو اللي حصل، وبيقول له انه من شويه اصطاد تنين عشان كان ممكن يخبط في البيت بتاعهم، وطبعا لانه هو اللي قتله خد المكاسب بتاعته، لكن الاثنين دول بيطالبوا بيها. لكن شيرو بيقول لايتشي انه يرجع لهم المكاسب بدون اي كلمه زياده، وبيشرح له بيقول له انه حاليا في عيوب في قواعد لعبه بلانيت الخاصه بالغنائم، وبتظهر المشاكل دي لما بيشارك اللعيبه اللي مستواهم عالي في القتال. ويبدو ان ايتشي بيسمع كلام شيرو بدون اي اعتراض وبيوافق انه يرجع المكاسب للعيبه التانيين، واللعيبه الاثنين بينبهروا بهذه العائله الغريبه. وبعدين شيرو بيشكرهم وبيعتذر منهم على المشاكل اللي سببها ايتشي، وبيطلب من ماي انهم تنقلهم بالتخاطر لاقرب مدينه، وبيقول لهم انه يتمنى يستمتع باللعب معاهم دايما. ولما بتنقلهم ماي للمدينه بنعرف من حديثهم قد ايه عائله اكاباني دي عائله جامده في اللعبه، وانهم بيمتلكوا 5% من اراضي لعبه بلانيت، وانه ده جزء كبير جدا في لعبه فيها ملايين الاشخاص.
وبنرجع تاني لمنزل عائلة أكاباني، وبيكون إيتشي متضايق، لكن شيرو بيقعد يمدحه لأنه قتل التنين بسرعة لوحده، وبيقول إنه إيتشي دايما بيتكسف لما شيرو بيمدحه، لكن ماي بتقول لشيرو إنه ما يمدحوش لأن ده بيخليه طول الوقت، لأن ده بقى يتدرب على إنه يرفع بهاراته وما بيعملش أي حاجة تانية. وعلى الرغم من إنهم في عالم افتراضي إلا إن ماي بتحضر لهم الأكل وما بياكلوا، وكمان بيقعدوا يقولوا إنه طعمه لذيذ. فجأة المصباح بيبوظ وبيقول أو ألف 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 ألف، يعني إنه بيستغرب وجود تفاصيل دقيقة زي ده في اللعبة. وبيقول كمان إن المبرمجين كانوا عاملين شغلهم حلو جدا، فبتقول لهم ماي إنه التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتحسسهم إنهم في بيتهم فعلا. وبعدين بننتقل للواقع الأسود في غرفة إيتشي في العالم الواقعي، واسمه الحقيقي بيكون تايتشيرو، وعشان بيكون جعان جدا بيبدأ يبص حواليه وبيلاقي أوضة ضلمة ومليانة أكوام زبالة قد كده، وبيبدو إن هوايته في العالم الحقيقي هي الشتيمة. بيقعد يشتم العالم ويشتم أوضته ويشتم الواقع والناس اللي عايشين فيه، وبيقول عليهم كلهم قذرين. وبيحاول تايتشيرو يقوم عشان يجيب لنفسه أكل، لكنه بيقع من كتر من العضلات في رجله اتدمرت من القعدة. ولما بيخرج من أوضته بيشوف أخوه الصغير أسوما، وبيبدو إن علاقتهم قذرة هي كمان. وبيكمل على المطبخ، وهناك بيلاقي أبوه قاعد بيكون اسمه كوجيرو، وطبعا بيكمل تايتشيرو هواية الشتيمة وبيشتم عيلته كلها لحد سابع جد، وبيبدو إنهم أسرة مفككة جدا. فجأة بتقعد اللمبة تولع وتطفي وبتكون خلص هتبوظ، فبيطلب كوجيرو من تايتشيرو إنه يغيرها هو لأن ظهره بيوجعه، لكن تايتشيرو بيرفض وبيكون خلاص هيروح على أوضته. لكن أبوه بيصعب عليه وبيروح عشان يغيرها هو زي ما حصل في اللعبة، إلا إنه بيناديه بالراجل العجوز، فأبوه بيتعصب منه وبيقعد يزعق فيه، فبيكسر لهم تايتشيرو اللمبة وبيطلع يجري على أوضته علشان يرجع للعبة. وقبل ما يرجع بيكمل كورس الشتيمة اللي كان بدأه. ولما بيخش اللعبة بيلاقي ماي موجودة وقاعدة بتعتني بالنباتات، وبيكون إيتشي مستغرب إنها بتزرع ورد في اللعبة، وبيقولها إنه مش بيتخيلها بتحارب أبدا لأنها طول الوقت يا بتطبخ طبخ افتراضي يا بتزرع زرع افتراضي. لكن ماي بتقول له إن هي دي طريقتها في اللعب. وبيكون طبعا إيتشي داخل اللعبة وهو عايز يفش غله من اللي حصل مع أبوه، فبيطلب منها إنها ترافقه في مغامرة كمعالجة، لكن ماي بتقترح عليه يجرب يعمل حاجة تانية عشان يحسن نفسيته، زي إنه مثلا يزرع معاها زهور افتراضية ويشم الروائح الافتراضية. وبيقعدوا يزرعوا سوا، وبتقول ماي لإيتشي إنها ما لعبتش ألعاب كتير قبل لعبة بلانيت، وإنها ما بتعرفش إزاي أصلا بتلعب الألعاب دي، لكنها مستمتعة مع اللي قاعدين هنا، وإنها بتفتح كل يوم مخصوص عشان تعتني بزهورها الافتراضية. وبتسرح ماي وبتقول إن الزهور محتاجاها عشان ما تتبلش، إلا إن إيتشي بيفجرها في وشها وبيقول لها إن الزهور دي مش بتبرمجة إنها تدبل، ضاعت الحكمة. وفجأة بينادي على إيتشي وماي وبيقول لهم يدخلوا بسرعة، وبيكونوا القراصنة أعلنوا الحرب على عائلة أكاباني. وهنا إيتشي بيتنرفز جدا وطبعا بيكون عايز يروح يحاربهم في التو لحظة، إلا إن بيقول لهم إنهم لازم يستنوا قرار شيرو ساعة. وبتقول لهم ماي إنها نسيت تبلغهم إن شيرو قال إنه مش هيقدر يخش اللعبة لفترة لأنه في المستشفى، وبيكون إيتشي قلقان عليه جدا وبيقعد يسأل ماي عن حالته بهستيرية لحد ما بيهديه. ولسه دوب بيتكلموا هيعملوا إيه بيسمع صوت انفجار بره البيت، فبيطلع إيتشي جاري على بره عشان يشوفوا في إيه، وبيلاقوا إن القراصنة رموا عليهم قنبلة. لما بتحصلهم ماي وبتطلع هي كمان بتلاقي إن القنبلة دمرت ورودها الافتراضية، فبتتصدم وبتزعل جدا، وبيتضايق إيتشي عشان هي بتضايقه، ويبدأ ينط فوق البيت عشان يهجم على القراصنة، وبيقول لهم إنهم ما يستهينوش بإحصائيات لاعب مهووس قضى 6 سنين ما بيعملش حاجة غير إنه بيلعب بلانيت. وبيهجم إيتشي عليهم هجوم قوي جدا بالسيوف على الطيارة، وبيفجرها تماما في 10 ثواني، وبيقف هم الثلاثة قدام الزهور الميتة، وبيقول لماي إنها ما تزعلش وإنه يجيب لها زهور، وبيقول لإيتشي إنه فاهم إنه الآن على شيرو سان، بس هم ما ينفعش يتطفلوا على حياة بعض الحقيقية، وبيفكروا إن دي قاعدة عائلة أكاباني. وبتقترح ماي عليهم إنهم يروحوا سوا جولة في السرداب، لكن بيقول إنه لازم يمشي حالا وبيخرج من اللعبة. بعد كده بنرجع للعالم الواقعي، بيكون تايتشيرو قاعد متضايق، وأخوه أسوما بيخبط على الباب وبيقول له إنه أبوهم اتنقل للمستشفى عشان عنده انزلاق غضروفي، لكنه بيتضايق جدا لمجرد إن أخوه بيقول له الخبر، وبيقول إنه ما يهمهوش أبدا اللي بيحصل لأبوه وإنه في داهية، الله جاب الله خد الله عليه العوض. وبيروح أسوما يزور أبوه في المستشفى، وما بيكونش في حد تاني يرعاه، لكنه بيعتذر ويمشي لأنه عنده امتحان، وبيقول إنه اتصل بأمه عشان تيجي، لكن أمه ما بتشوفش الرسالة أصلا. بيكون في ناس متجمعين في اللعبة ومتضايقين من تصرفات القراصنة، وبيقولوا إنهم لازم يقصوهم برا اللعبة، وبتكون دي رابطة غرناطة. وبننتقل نروح على مقر القراصنة، وبيكون في واحد نازل في 2 قراصنة ضربه وعجن، وبيقول الشيجا تيرا مساعد قائد القراصنة للاتنين دول إنه مشوهوا سمعة القراصنة عشان خالفوا قواعد النقابة وإنهم يستحقوا الطرد. لكن بتيجي الكابتنة بيكو وبتقول للشيجا تيرا إنه مكبر الموضوع، وإنه على الرغم إنهم بعتوا إعلان حرب
حرب لعائلة أكاباني، فالعائلة دي ما كلفتش نفسها وردت أصلا، يعني كأن ما فيش حاجة حصلت. فبيقول لها شيجاتيرا إنه رابطة غرناطة هتدخل وهتعاقبهم لو تسببوا في مشاكل تانية، وإنه بيفضل إنه يتجنب دخول أي حرب، وإنهم لازم يفكروا كويس هم عايزين إيه من الحرب على عائلة أكاباني. فبتقول له بيكو إنها طبعا عارفة هي عايزة إيه من الحرب، لأنه هدفها هو إنها تقضي على العائلة دي بالكامل. لكن شيجاتيرا بيقول لها إنه الهدف مفروض يكون الطائر الأسود، والطائر الأسود ده بيكون هو الهدف النهائي اللي لعبة بلانت، واللي بيمسكه بياخد 300 مليون ين مكافأة. وبيقول شيجاتيرا إنهم لحد دلوقتي ما يعرفوش حتى معلومة عن الطائر الأسود، لا صفاته ولا هويته ولا حتى مستواه في اللعبة، لكن كل اللي يعرفوه إنه ظهر في مكان قريب من توايلايت هي، وإنه اللي هيسيطر على الجبل هيكون هو اللي هيمسك الطائر، وإنهم لو مسكوا الطائر هيكون معاهم 300 مليون ين، وهيقدروا إنهم يوقعوا رابطة غرناطة كلها، وإنهم لو عملوا كده هيكون عندهم حرية أكبر يعملوا اللي هم عايزينه. لذلك هدفهم لازم يكون السيطرة على توايلايت هي. وبيكون في اتنين من الواضح انهم بيتنصتوا على القراصنة، وبيتريق واحد فيهم على القراصنة وبيكون اسمه ليون، وبيقول انهم مش هيعرفوا يعملوا اي حاجة وهم عندهم منطاد واحد بس. فبيقول ده عليه الراجل التاني وبيكون اسمه ساسوماتا، وبيقول ان القراصنة باصين على انه في 4 افراد بس في عائلة أكاباني، وبعدين بيمشوا بسرعة وبيرجعوا على رابطة غرناطة. ونرجع للواقع عند إيتشي، وبيخبط اخوه على الباب وبيقول له ان ابوه ما هيخضع عن عملية قريب وانه يفضل في المستشفى لفترة، وبيكون واضح قطع تشيرو ولا لا. وبعدين بننتهي لأوضة أسوما وبيكون قاعد على الكمبيوتر وبيقول انه ما يعرفش يعني ايه معنى العائلة الحقيقية، وانه كل اللي هم عارفينه انها شيء مؤقت. وبيطلع سوما مفارة الواقع الافتراضي من الدرج وبيلبسها هو وتايتشيرو وابوه ومامهم، وبنعرف انه عائلة أكاباني في اللعبة هم في الحقيقة عائلة أريما، الأب والأم والأخين، لكنهم مش بيكونوا عارفين الحقيقة دي. والأربعة بيتجمعوا في بيكم في توايلايت هيل عشان يشوفوا هيعملوا ايه في الإعلان والشرب اللي القراصنة عملوه. وبيقول إيتشي انه مفيش داعي أي حد يقلق وانه يخلص عليهم كلهم، ولكن بيقول انهم لو دخلوا الحرب فمش هيكون في وقت يعملوا أي حاجة تانية في حياتهم غير اللعبة. فبيضطر شيرو ان لوكي يتفاوض مع القراصنة، ولما بيوصلوا هناك يلاقوا عددهم كبير جدا، وإيتشي بيكون متردد ومش عايز يدخل. فبيقول له شيرو انه ممكن يروح يقعد مع ماي لو كان خايف، لكن إيتشي بيقول انه مش خايف، وكل اللي في الحكاية انه في شخص هو مش عايز يقابله. وبيستقبل شيجا عائلة أكارامي وبيرحب بيهم وبيوديهم على غرفة الكابتن بيكو زعيمة القراصنة، وبيخش شيرو سام لكن إيتشي ما بيرضاش يدخل معاهم. ولما بيدخل بتقول الكابتن بيكو انها ما توقعتش يجي بنفسه، لكن الكابتن بيخش في صلب الموضوع على طول وبيقول لها انه هو عايزها تنهي اعلان الحرب، لكن بيكو بتقول له انه اكيد مش جاي امورها بدون مقابل. فبيقول لها شيرو انهم هيدوها 2 من السراديب بتوعهم زائد قاعة الطين الاحمر زائد كهف هارو العظيم اللي بيستخرجوا منه مأساة الموت. لكن الكابتن بيكو بتقول انها مش محتاجه حركه التفه دي، وبتخش له ديزغوري وبتقول له بمنتهى البرود والتكبر انها عايزه توايلايت هيل والسراديب بتاعتهم كلها. وبيتفاجئ جدا وبيقول لها انها كده بتبالغ في طلباتها، وبتتضايق عليه بيكو وبتزعق له لانه بيكلمها بطريقه مش رسميه. وبيكمل شيرو التفاوض وبيقول لها ان صوتها فيه عمد كبير، فبتقول له بيكو ان صوتها منطقيه جدا، خصوصا ان توايلايت هيل هو المكان اللي الطائر الاسود بيظهر فيه، وبيكون انت اكيد عارف قيمته لانه الهدف النهائي للعبه، وانه اشبه بخرافه بيرددها اللاعبين، وانه ما فيش اي معلومه عنه في قاعده البيانات لدرجه ان الكل كانوا بيشككوا في وجوده اصلا. لكن التصريح الرسمي للعبه وجائزه ال 300 مليون ين غيروا الاراء، خصوصا انها 300 مليون ين حقيقيين. وبتقول بيكو لشيو ان هو كمان مهووس بالطائر الاسود اكتر من اي حبتين، فعشان كده استحاله يتخلى عن توايلايت هيل حتى لو مات. فبيرد عليها وبيقول لها ان الحكايه مش حكايه الطائر وبس، لكن توايلايت هيل هو ريتهم ووطنهم وانهم مش هيقدروا يتخلوا عنه ابدا. فبترد عليه بيكو وبتقول انها عارفه انه طلباتها فوق حدود المعقول، لكنها بتقول انها قرصانه في النهايه والقراصنه مجانين ومتعجرفين وهو ده طبعهم. وبتقول له ان هما الاثنين المفروض يكونوا شاكرين اصلا في المقام الاول ان القراصنه قبلوا انهم يخشوا في مفاوضات معاهم. فبيقول لها انها تتسحلفن. فبتضحك بيكو ضحكه خبيثه وبتقول لهم ادوني إيتشي وانه ده هيكون شرطان وحيد، يدوها إيتشي وبالمقابل تسيب لهم التل وتنتهي الحرب. فبيقول انه إيتشي عضو مهم جدا في عائلتهم. فبترد عليه بيكو بحده وبتقول انه لعب الادوار العائليه مش لايق عليه اصلا. ثم فجاه بيكسر إيتشي بابه ويزعق فيها وبيقول لها ايتها المترصبه اللظه اللعينه، وبيزعق وبيقول انه بيفضل يحذف شخصيته من اللعبه ويضيع تعب السنين ولا انه يخدم تحت امرتها. وبنكتشف ان ريكو بتحب إيتشي جدا وبتكون فرحانه من اللي معاهم وشافته، لكن بيقول انه مقارنه بالتنازل عن توايلايت هيني فانهم يتنازلوا عن إيتشي احسن بكتير. فبيزعق إيتشي لا، لكن بيقول له انه بيهزر. وهنا بتخبط بيكو على المكتب وبتقول لي شيرو ياخد قراره بسرعه، والكل بيكون متوتر خصوصا إيتشي، لكن شيرو راجل كينج في نفسه وكل اللي بيقوله هو
هو تفعيل للنجوم وبيفجرهم، فبيتمطروا كلهم بعيد، وبياخد شيرو عياله تحت جناحه وبيقول لبيكو ان استحالة يدوهم ايتشي لانه فرد اساسي في عائلتهم، وبيقبل حرب مع القراصنة. وطبعا ما فيش حد اسعد من ايتشي الان في العالم الافتراضي والواقعي والموازي لو فيه. ولما القراصنة بيحاولوا يهجموا عليهم، شيرو بيعملهم بطاطس محمرة بأقل جهد، وهنا بتقرر بيكو تحاول محاولتها الأخيرة، وبتكلم ايتشي مباشرة انه بتقول انه بقى ضعيف، وبتطلب منه انه يفتكر ايام ما كانوا شريكين في اللعب، وبيستغرب من فكرة ان ايتشي كان بيلعب مع بيكو زمان. لكن بيكو بتكمل وبتقول له انه ساعتها كان رائع، وبتفكره لما قال لها انه بيقتل اللاعبين عشان يملى كاس وحدته، وانه في حاجات كتير قوي اتسرقت منه، ولو عايز يرجعها لازم يكون هو الشخص اللي بيسلبها، وبيقول انه هيحرق العالم ده وهو بياخد منه كل حاجة. ويبدو ان كلام ايتشي دراماتيكي هو اللي خلى بيكو تقع في حبه، وبيكون طبعا ايتشي ميت من الاحراج مش مصدق القرف اللي سمعه ده، وبيسأل ايتشي ان كان عنده جموم عظمة، وبتكمل وبتقول بيكو لايتشي انه كلامه هو اللي خلاها تأسس رابطة القراصنة، وبتقول له انه لازم يكون معهم هم مش مع عائلة اكاباني. وبيمارس ايتشي هوايته على بيكو وبيشتمها، فبتقول له انه لو ما جاش وانضم للقراصنة هي هتعرف تجيبه بنفسها الحبة عندها وتضحك عائلة اكاباني. وهنا بيدخن شيرو بيسأل بيكو بما انك كنت بتلعبي مع زنون عمرك شفتي بيضحك؟ فبتكون بيكو واثقة في نفسها قوي وبتقول انه عمره ما ضحك مطلقا. فبيقول بعدها شيرو بيغزها وبيقول احنا بقى بنشوفه بيضحك كل يوم، وبيتحدى شيرو كل القراصنة وبيقول لهم انهم مستعدين يواجهوا قطيع 3000 لاعب بتوعها، وبيسيبهم ويمشي. وبعد كده بيبدا لعيبه كتيره جدا تتحالف مع القراصنة ضد عائله اكاباني، وبتقرر العائله انهم يعملوا حدث ضخم حوالين التل كله باستخدام اغراض من اللعبه. وبيروح وايتشي عشان يحطوا مكبرات صوت حوالين التل عشان يعملوا الحادث، وبيقول لايتشي انه فرحان عشان دي اول مره من فتره يلعبوا سوا. لكن ايتشي بيقول له انه ده مش لعب وانه لازم يكون جدي، لكن بيقول انه ده لعب وانه من في لعبه مش في حرب حقيقيه. فبيرد عليه ايتشي وبيقول له انه عشان كده بالظبط هو اضعف واحد في عائله اكاباني، وبيقول كمان انه الناس بتطلق عليه بعصابه المدمنين بسببه هو وشيرو، وانه لازم يحسن اداءه ويعلي مستواه. لكن بيرد وبيقول انه مش عايز يكون مدمن العاب، وانه مؤمن ان اللعب لحد اهمال الحياه الحقيقيه مش ممتع ابدا، وانه بيحتقر الناس اللي بتختار يقعدوا من غير شغل وينعزلوا. وطبعا تمقيح الاخ في اللعبه هو اسوما في الحقيقه ضرب ايتشي في اللعبه وتياتشيرو في الحقيقه في مقطع، وبيرد ايتشي وبيكذب وبيقول انه في الحقيقه مش منعزل ولا حاجه، وبيرد عليه وبيقول له انه بيحبه جدا في اللعبه وانه مش عايز يعرف اي حاجه عن حياته في الحقيقه. وفجاه بيعتذر ايتشي وبيخرج من اللعبه بسرعه، ونكتشف انه معدته بتوجعه جدا لانه ما كانش لمده 3 ايام كامله. فبيخرج لنطبخ وبيحاول يلاقي حل ناكلها في الثلاجه، لكن الثلاجه ما بيكونش فيها اي اكل جاهز او معلبات. فجاه بيجي هو اسوما، وطبعا بيبدا تايتشيرو حفلا انشيكيمي تاخوه في سره، وبيبان ان عنده رهاب اجتماعي حاد جدا. وبعدين اسوما بيقول له طبعا جعان ومش معاك فلوس تشتري اكل، وبيروح قايل له ليه ما تنزلش تشتغل بدوام جزئي. طبعا بيقول له تايتشيرو بيكون نازل في اسوما شتيمه في دماغه. وبعدين اسوما بيروح وبيقول له انه هيطبخ له الاكل لانه تايتشيرو ما بيعرفش حتى يطبخ. وبعدين اسوما بيطبخ بيبان انه عارف حاجات كتير جدا عن تايتشيرو، بيحب ايه في الاكل وبيكره ايه، وبيقول انهم هما الاتنين ذوق في الاكل واحد تقريبا. وبعد ما بيخلص اسوما تحضير الاكل وبيقدمهم تايتشيرو بينقض عليه بعد ما يكون قال كام جمله تحفظ له كرامته، لكن فين باقي قالهم جواه. وبعد شويه بيقول تايتشيرو لاسوما ان الاكل طعمه حلو، وهنا اسوما بيبدا يقترح على تايتشيرو انه يخرج من وقت للتاني عشان يفضل يتعود على الخروج، وبعدها يبقى يفكر في انه يشتغل، وبيقول له انه ممكن يروح يتنزه او يجي معاه السوبر ماركت، وانهم حتى ممكن يوصلوا حتى المقابر سوا. واول ما تايتشيرو بيسمع كلمه المقابر بينهار وبيكون عايز يرجع كل اللي كانوا. بيكون واضح انه عنده ذكريات حزينه جدا مع يموت. بعدها بيرجع الاتنين للعبة، بيكون شيرو وماي بيحاربوا القراصنة اللي بيحاولوا يهجموا على توايلايت هيل، وبيعملوا لهم شاورما مدخرة في دقيقة واحدة، وبيمدح ماي وشيرو انهم قدروا يهزموا القراصنة دول لوحدهم. لكن شيرو بيقول انهم دفعة ضعيفة من القراصنة، وماي كمان بتقول انه مؤسسة جرناطة كانت بتحمي ظهرهم. وبيجي ليون وساسوماتا وبيكون واضح انهم عادة بيتعاونوا مع الف اكاتاني، وانه دايما في بينهم مصالح مشتركة. وايتشي ما يكونش مطمن قوي لنوايا ليون رئيس رابطة خصوصا انه هو كمان بيسعى ورا الطائر الاسود وعايز يمسكه. لكن ليون بيرد عليه وبيقول له انه مؤسسه برموتا هتواجه مشاكل كتير لو عائله اكاباني انهارت، لانهم اكبر موردين لمكاسب التنانين والشياطين. وبيقول شيرو لليون انه ناوي يعمل حاجز كبير جدا حوالين توايلايت هي، فبيقول ليون انه مش هيعطلهم ويسيبهم وبيمشي عشان ينزلوا الحاجز في اسرع وقت، وبيقول لهم يتصلوا بيه في اي وقت محتاجين فيه المساعده، لانه عالم اللعبه هيكون ممل من غيرهم لو حصل لهم حاجه. وفعلا بتفعل عائله اكاباني الحاجز، وبيقول
وبيقول شيرو انه هيحميهم لمده شهرين، وانهم في الشهرين دول لازم يلاقوا الطائر الاسود. ولما بترجع العائله على البيت بتلاقي حطام كامل وتام، بيكونوا كلهم منهارين تماما وفاكرين ان القراصنه هم اللي عملوا كده، الا انه ايتشي بيلاقي ريشه سوداء على الارض وبيظهر سرب كبير من الطيور السوداء. بنرجع فلاش باك مع تايتشيرو وابوه وهو بيعلمه برمجه، وبيكون كاتب كلمه مرحبا ايها العالم بالانجليزي على الجهاز. وبنرجع تاني للعبه في توايلايت هيل عند عائله اكاباني، وما بيكونوش فاهمين ده الطائر الاسود ولا ده تنين من غير راس. فبيلاحظوا ان التنين الاسود ده شبه التنين الاحمر اللي ايتشي قطع راسه، وبيفهموا ان ده ممكن يكون خطا برمجي او ان الطائر الاسود استولى على جسم التنين الاحمر. وعلى اي حال بيؤمر شيرو العائله انهم هيحاربوا، وماي بتعمل عليهم تعويذه حمايه بقوتها، وبيهجم ايتشي على التنين بالسيوف بهجوم مركب، لكن الوحش ما بيأثرش بيه. بيقول ان اللي حصل ده غريب، لانه لو ده تنين احمر عادي كان زمانه مات بالهجوم ده. وبيلاحظ كمان ان هجماته اقوى من هجمات التنين الاحمر، وبيبدا شيرو كمان يهجم، لكن كل اللي هجمته عملته انه خلت التنين يتحرك شويه. وفي نفس اللحظه كمان بتهجم القراصنه على توايلايت هيل وبيطلقوا النار على عائله اكاباني، لكن الحاجز بيحمي العائله وبيصد الضربات. وبتكون بيكو عايزه تقتحم الحاجز، لكن شيجا بيقترح انهم ينتظروا ويشوفوا عائله اكاباني هتعمل ايه مع الوحش القوي اللي معاهم جوه الحاجز ده. وجوه الحاجز بيسال ايتشي شيرو ان كان في علاقه بين الطائر الاسود والوحش اللي بيهاجمهم، الا ان شيرو بيقول له انهم لازم يركزوا دلوقتي على هزيمته وهيعرفوا الاجابات كلها بعدين. وبعدين بيبدا ايتشي وشيرو يرتبوا الهجوم الثنائي على الوحش، وفعلا بينجحوا في الهجوم، لكن ما بيأثرش في الوحش برضه، وبيكمل مشي ناحيه ماي. بيقرر انه يضحي بنفسه وينقذ ماي لانه محتاجين لقوتها اكبر بكتير منه، وبيزقها بعيد، وبيقول لا تبقى ترجعوا الحياه في اللعبه تاني. وبيدوس الوحش على وبالتالي بيواجه اسوما في الحياه الواقعيه عقوبه خساره الجوله اللي بتكون كهرباء بتطلع من النضاره. فبيقع اسوما على الارض، وبيسمع تايتشيرو اللي وقع من اوضته وبيستغرب الصوت. وبيكون ليون بيراقب القتال من بعيد، وبيقول انه لو ده الطائر الاسود الحقيقي فهيكون صعب عليهم يرجعوا للحياه من تاني. وفعلا بتروح ماي عشان ترجعه وما بتلاقيش جثته، فبيقول ليون انه اختفاء الجثه معناه تاكيد قاطع ان التنين صاحب الراس المقطوعه هو الطائر الاسود. ولما شيرو كمان بيدرك ده بيأمر ايتشي وماي انهم يسجلوا خروج فورا من اللعبه، وبيخرج هو كمان وهو بيتوعد للطائر. وبنروح على المستشفى عند ابو اسوما وتايتشيرو، وبيكون خرج من اللعبه، وبيطلع موبايل وبيتصل على سكرتيره وبيقول لها اما تبعت عربيه اسعاف على بيت اللاعب من عائله اكاباني، وان هو بنفسه هيروح يطمن عليه. وبيقول لها كمان انه الاسوأ خلاص حصل، وانه الطائر الاسود استيقظ، وانه لازم يبدا في تنفيذ خطته. خطه ايه ما نعرفش، لكن يبدو انه كان عامل حسابه على اليوم ده. وطبعا تايتشيرو ما بيكونش فاهم اي حاجه خالص، وليه امرهم شيرو بالخروج بسرعه من اللعبه. لكن فجاه بيسمع صوت اسوما بينادي عليه، فبيروح عشان يشوف اسوما ماله، وبيفضل اسوما ينادي. فبيتشجع تايتشيرو انه يدخل الاوضه على الرغم انه مر 6 سنين على اخر مره دخلها. وهناك تايتشيرو بيلاقي اسوما مرمي على الارض ومش عارف يحرك نص جسمه الشمال كله، وبيكون قلقان عليه جدا، وبيقعد يساله ان كان بيتألم، وبيقول له انه جنبه وما يخافش. لكن فجاه بيبص على الشاشه بيلاقي شخصيه فبيتصدم انه في الحقيقه هو اخوه اسوما. بعد كده تيجي الاسعاف تاخد اسوما، وبيفضل تايتشيرو يقول له انه ما يخافش وان اخوه جنبه وانه هيكون بخير. وبيروح تايتشيرو مع اسوما على المستشفى، وبيفضل قاعد جنبه لحد ما يفوق. ولما بيفوق اسوما بيتفتح تايتشيرو في العياط، وبيقعد يقول انه قلقان عشان اخته الصغيره، وبنفهم ان كان عندهم اخت صغيره وماتت. وبعد ما تايتشيرو بيهدى بيسال اسوما ان كان بيلعب بلانت، الا انه اسوما بينفي وبشده، وبيقول انه استحاله يلعبها لانه اللعب على الانترنت اسوأ اشكال الهروب النفسي. لكن تايتشي بيفضل يضغط عليه، فبيقرب له اسوما، فبيقول له اسوما انه عنده فعلا حساب بيسجل الدخول بيه لكن مش عشان يلعب. فبيساله تايتشيرو امال بتخش ليه؟ فبيقول له اسوما انه بيخش عشان بيدور عن شخص ما، عن صديق عشان يرجعه للواقع. فبيساله تايتشيرو ان كان بيستمتع بلعبه بلانت، فبيرد اسوما انه بيستمتع ببعض اجزائها بس. وبيكون تايتشيرو عايز يقول لاسوما انه هو ايتشي في اللعبه، لكنه ما بيقدرش يعترف ليه، وبيقول انه لو قال له انه هو ايتشي فاللعبه مش هتكون ملاذ ليه تاني ابدا. وبيروح الدكتور لاسوما بيقول له ان ابوه خرج من المستشفى وانه لازم يرجع، فبيقول له اسوما انه هيتصل عليه. وبيبدا الدكتور يسال اسوما على تفاصيل اللي حصل له وعن الكهرباء اللي تعرض ليها، وبيقول انه لو تعرض لده من جهاز الالعاب فالوضع خطير ومحتاج حد فاهم في الالعاب. فبيقول له اسوما انه ابوه مهندس العاب، وانه شغال في اكبر شركه في العالم لانتاج الالعاب، ومش بس كده ده هو كمان مبتكر لعبه بلانت.
بنروح عند تايتشيرو اللي بيقرر انه ما يقولش ابدا لأسوما على الحقيقه، لانه أسوما لو عرف لانه أسوما من اللعبه للابد، وبكده عائله اكاباني هتنقص واحد وهيتدمر العالم بتاعه في اللعبه. وبيحاول تايتشيرو دخول اللعبه، لكن اللعبه ما بتقبلش ابدا، وبيكون متضايق جدا، وبيكتشف انه مش عارف يدخل اللعبه عشان في حد اخترق الجهاز بتاعه. فبيتضايق تايتشيرو اكتر، وبيقرر انه هو اللي هيخترق جهاز الشخص اللي اخترق جهازه. وبيفتكر ازاي ابوه علمه البرمجه، وازاي كان قاسي جدا مع اخته الصغيره وبيضربها، وعلى الرغم من كده ابوه كان لطيف معاه وبيعلمه برمجه من قلبه، وبيكتب له على الجهاز هالو وورلد. ولما بيسترجع تايتشيرو الجهاز بتاعه وبيعمل باسورد جديده بيخليها فاك يو وورلد. ويدخل إيتشي اللعبة تاني وبيقعد يدور على الطائر الأسود وما بيكونش ليه أي أثر، على الرغم إن الحاجز موجود ومستحيل يكون خرج. القراصنة بيهجموا على الحاجز، ولأنه بيكو هدفها مختلف عن هدف القراصنة ونفسها بس تخلي إيتشي ينضم للقراصنة، على عكس القراصنة عايزين الطائر الأسود، فبتتنازل بيكو عن قيادة القراصنة لشيجا. وبعد كده بيروح ليون وساسوماتا للقراصنة وبيعرضوا عليهم غرض سحري يخليهم يقدروا يخترقوا حاجز عائلة أكاباني، لكن القراصنة مش بيصدقوهم لأن رابطة غرناطة هي اللي ساعدت عائلة أكاباني تعمل الحاجز أصلا. بعد كده بتنطلق بيكو في طريقها وبتهجم على الحاجز وبتقدر تكسره، وبتروح عشان تحاول تقنع إيتشي ينضم للقراصنة، وبيبدأ إيتشي وبيكو يتقاتلوا وبيتفقوا إن لو بيكو كسبت فإيتشي هينضم للقراصنة. طبعا إيتشي ما يعرفش إن بيكو بقت أقوى بكتير عن آخر مرة لعب معاها، وإنه تصنيفها عالي من 2030 ل 500. بعد كده بنرجع فلاش باك وبنشوف إزاي بيكو اتعرفت على إيتشي، وبنعرف إن بيكو طالبة في الثانوية وكانت بتغيب من المدرسة من ورا أمها وبتقعد تلعب ألعاب على النت، لكنها ما بتكونش سعيدة حتى وهي جوه اللعبة، وبتكون قاعدة لوحدها لكنها بتشوف إيتشي لأول مرة، وبيكون هو كمان مش سعيد وقاعد لوحده. فبتروح بيكو لإيتشي وبتعرض عليه إنهم يلعبوا سوا، لكن إيتشي بيطير راسها وبعدها بتفضل تشتم فيه. هنا بيكونوا الفريق وبيقاتلوا سوا لحد ما إيتشي بيقرر يسيبها. لما بنرجع تاني بالحاضر بنلاقي إن إيتشي عمل بيكو بطاطس محمرة وخسرت. بعد ما بتخسر بيعرض عليها إنها تنضم ليه في إنهم يلاقوا الطائر الأسود ويقتلوه، وبيطلب منها إنها توقف حرب القراصنة ضد عائلة أكاباني. بتوافق بيكو على عرض إيتشي، لكنها بتقول له إنها مش متأكدة لو القراصنة هيسمعوا كلامها أصلاً. وبتسأل بيكو إيتشي ليه عرض عليها إنهم يشكلوا فريق سوا، فبيقول لها إيتشي إنه كان بيستمتع لما كانوا بيقاتلوا سوا. فبتسأل بيكو إيتشي طالما كان بيستمتع ليه سابها، فبيقول لها إيتشي إنه سابها لأنها طلبت إنها تشوفه وإنه رفض طلبها مرتين بالفعل، لكنها كانت مصرة وده خلاه يبعد عنها خالص. فبتقول له بيكو إنه منغمس في اللعبة دي زيادة عن اللزوم وإنه لازم يطلع للواقع شوية، وبتقول له إنها لسه عند رأيها إنه لازم ينضم للقراصنة عشان هم ممكن يساعدوه يعيش الواقع. وبتقول له لو انضمت للقراصنة هتدخل اللعبة تفش غلك من الواقع، تقتل وتسرق، وده هيخليك قادر تعيش الواقع لانك بتفرغ اللي جواك اول باول. وبتقول بيكو لإيتشي انه لو فضل مع عائله اكاباني فهو عمره ما هيتغير ابدا، وهيفضل على طول مدمن العاب، وهيوصل به الامر انه يتخيل انه مفيش عالم بره اللعبه. وبتصر عليه تاني انه ينضم للقراصنه، فإيتشي بيرد عليها وبيقول لها تنضم هي لعائله اكاباني، لكن بيكو بترفض وبتقول انها هتفضل مع القراصنه للابد. وبتحكي بيكو لإيتشي وبتقول له انه في البدايه شكلت القراصنه عشان إيتشي ينضم ليهم ويكون عنده اصدقاء اكتر، لكن دلوقتي في ناس كتير محتاجين وجود رابطه القراصنه عشان يفرغوا الاسترس بتاعهم، وانها عايزه تشوف الناس دي مبسوطه. بنروح عند القراصنة وبنكتشف إنه شيجا قاعد يشتغل مع رابطة غرناطة، وإنه بيقول إن بيكو منافقة لأنها عايزة الناس تكون مبسوطة بالقتل والسرقة وبتتجاهل تعاسة الناس اللي بتتقتل وبتتسرق، وعشان هو بقى الرئيس بيحل رابطة القراصنة تماماً. بيعلن شيجا إنه بيحل رابطة القراصنة تماماً وإنه طرد بيكو، وبيكون معاه ليون وساسوماتا. وبتتصدم بيكو وبتسيب إيتشي وبترجع على سفينة القراصنة عشان تعرف في إيه بالظبط. وعلى السفينة بيشرح شيجا إن القراصنة آفة في اللعبة وإنهم بيقبلوا أي حد بدون أي شروط، عشان كده في ناس عملت جماعة مناهضة للقراصنة وانضموا ليهم علشان يعملوا انقلاب ويقضوا على القراصنة تماماً، وإن هو زعيم مجموعة الانقلاب. وبيقول الشيجا كمان إن عدد اللاعبين في الانقلاب أكبر بكتير من اللاعبين القراصنة، وإنه الطبيعي إن القراصنة يختفوا لأنهم آفة في اللعبة، لكن القراصنة بيقولوا له إنه مش أحسن منهم كتير وإنه داخل اللعبة علشان يحصل على الفلوس بتاعة الطائر الأسود. وبيتهموا ليون إنه تعاون معاه عشان كده، لكن ليون بيقول إنه شارك في القضاء على القراصنة عشان بيحب لعبة بلانيت أكتر من أي حد. وبتوصل بيكو للسفينة وهناك بيقول لها شيجا إنه اقترح الحرب على عائلة أكاباني لأنه عارف إنها بتحب إيتشي وعنده نقطة معينة في الحرب مش هتقدر تكمل وهتديه هو القيادة، وإنه كل الوقت بيخدعها. وبيكمل شيجا وبيغلط في كل الموجودين وبيقول إنه مش محتاج يلعب اللعبة السخيفة دي بعد ما يحصل على الفلوس، وإنهم مجموعة من المدمنين مش عندهم حياة حقيقية، وإن مفيش أي علاقة حقيقية مبنية على نوع واحد من التواصل من خلال شاشة وسماعة. وهنا بيظهر إيتشي وبيسأل شيجا وبيقول له إيه المشكلة في العلاقات دي، وإيه الغلط إن الواحد يدور على هوايته في الألعاب، خصوصاً إنه العالم الحقيقي قذر. بيهجم إيتشي على السفينة وبيشقها نصين وبيقول لبيكو إنه هينضم للقراصنة عشان ينقذ الوضع،
بننتقل للواقع عند أبو تايتشيرو، وبيقول للسكرتيرة بتاعته إنها تتواصل مع الإدارة إنهم يلغوا جايزة 300 مليون لأنها لو استمرت في ناس ممكن تخسر حياتها في لعبة. وبنرجع تاني للسفينة، وليون بينضم للمعركة مع شيجا وبينقذ السفينة من الوقوع. وبيقول إيتشي لبيكو إنه عنده شرط عشان ينضم للقراصنة، وهو إنه يكون هو الزعيم وإنه هيبني القراصنة معاها من الصفر. وبيكمل شيجا وإيتشي القتال، لكن شيجا بيلبس بدلة القرصان وبتكون فيها قوة 3000 عضو في رابطة القراصنة. وبيفشل إيتشي في كل الهجمات اللي بيعملها على شيجا بفضل البدلة، لكنه بيستخدم هجوم يخلي شيجا مشلول ومش عارف يتحرك. وبنطلع برا اللعبة، وبيعرف أبو تايتشيرو إنه إيتشي عرف يدخل اللعبة على الرغم إنه منع دخوله هو وماي عشان يحميهم، فبيقرر إنه يدخل اللعبة عشان يحميه. وبنرجع لشيجا، أو إيتشي بيطلب إيتشي من بيكو إنها لازم تقول له إزاي يهزم شيجا، فبتقول له بيكو إنه لازم يدمر راية القراصنة في أوضة الزعيم، وبتقول له إنها تروح وتعمل كده بنفسها. ولما بتخش بيكو الأوضة بتاعت الزعيم بتلاقي شيرو هناك. بيرجع بعد كده فلاش باك مع بيكو، بنعرف إنها بنت في الثانوية بتكون عايشة في بيت كبير لأن أبوها رجل عصابة، وما بتكون على طول بتتدخل ومتحكمة في كل تفصيلة في حياتها، عشان كده المكان الوحيد اللي أمها ملهاش سلطة فيه هو لعبة بلانيت. بتكون بيكو على طول قاعدة لوحدها في المدرسة وبتاكل لوحدها، حتى إن لما زمايلها بيقولوا لها تخرج معاهم بترفض عشان ترجع البيت بسرعة لأن أمها بتحاسبها على مواعيد رجوعها. لكن في يوم بعد المدرسة بيكو بتجري ورا قط، والأول مرة ما بتردش على مامتها وبتخرج مع زمايلها وبتستمتع جدا، فبتفكر إنه الواقع على الرغم إنه مؤلم فهو كمان جميل ويستحق يتعاش. ولما بيكو بترجع البيت وما بتضربها، عشان كده طلبت من إيتشي إنها تشوفه لأول مرة. بنرجع تاني للحاضر في غرفة زعيم القراصنة، فجأة بيهجم شيرو على بيكو وبيقطع لها دراعها. بتسأل بيكو شيرو إن كان جاي عشان ياخد إيتشي ولا عشان ياخد راية القراصنة، لكن شيرو بيقول لها إنه جاي عشان حاجة تانية. بيقول شيرو لبيكو إنها هي مصدر طاقة الطائر الأسود، لكن بيكو ما بتكونش فاهمة أي حاجة. هنا شيرو بيصدمها وبيصدمنا، وبيقول لها إنها مش إنسانة وكل ذكرياتها دي كذب، وإنها في الحقيقة مجرد ذكاء اصطناعي. بتصدم بيكو وبتفضل تنكر بشدة لحد ما بيقول شيرو كل تفاصيل حياة بيكو، وبيقول لها انه عارف كل التفاصيل دي لانه هو اللي اشتغل على نموذج الذكاء الاصطناعي بتاعها. وبيقول شيرو كمان ان بيكو هي السبب في ظهور الطائر الاسود الضخم في توايلايت هيل، وانه لو عايز يقضي على الطائر الاسود لازم يقضي على كل مصادر طاقته اللي هم شخصيات ذكاء اصطناعي. وبيكون ليون عارف انه شيرو جوه بيقتل بيكو، لكنه بيقول لسه سوماتا انه هيحميه. وبيفضل إيتشي بيستني ان بيكو تخلص مهمتها وتقطع الراية وترجع، لكنها لا بتقطع الراية ولا بترجع عشان شيرو بيعملها بطاطس محمرة وبيقضي عليها تماما. وآخر كلمة بتقولها بيكو بحبك يا إيتشي. وبعد موت بيكو بنرجع تاني عند شيدا، وبيكون قتل إيتشي وبيروح على غرفة زعيم القراصنة عشان يخلص على بيكو، لكنه مش بيلاقيها. ولما بيطلع من أوضة زعيم القراصنة بيلاقي إن جسم إيتشي بيتلاشى من اللعبة تماما، وتم القضاء على القراصنة في اللعبة كليا. وهنا بيقول إيتشي لشيجا إنه ما يسيبش لعبة بلانيت أبدا، وياريت يفضل يلعبها عشان هو وبيكو هيرجعوا وهيعيدوا بناء رابطة القراصنة وهيجمعوا 10,000 عضو لحد ما يهزموه. وأول ما إيتشي بيختفي بيظهر الطائر الأسود، وبيحاول شيجا إنه يهجم على الطائر الأسود عشان يقدر إنه يكسب الفلوس، لكن الطائر الأسود بيتفادى الهجوم وبيهجم هو على شيجا. شيجا بيتصاب جامد جدا، لكن قبل ما بيموت في اللعبة بيعمل تسجيل للخروج من اللعبة وبيرجع للعالم الحقيقي. لكن في العالم الحقيقي كمان بيحس شيجا إنه مش كويس، لكنه بيفتكر الفلوس وبيكون خلاص هيدخل في اللعبة تاني، لكنه بيربح بطرف عيره حاجة واقفة وراه، والحاجة دي هي الطائر الأسود واقف وراه في العالم الحقيقي. بنروح عند كوجيرو في العالم الحقيقي، وبيكون لسه بيتعافى من آثار معركته مع بيكو، وبيبدأ كوجيرو يشرح إن الطائر الأسود هو أسوأ ذكاء اصطناعي هو ابتكره، وإنه هيصيب عقول الناس بعدوى. وبننتقل تاني على غرفة شيجاتيرا، وفجأة بيظهر إشعار على الموبايل بتاعه وبيقول إن اختبار المتامة هيبدأ حالا. وفجأة بيلاقي شيجا نفسه في عربية بتخبطه، لكن الطائر الأسود بيروح عند جثة شيجاتيرا وبيبدأ إنه يحاوط جسمه وبيقول إنه جثة ضعيفة جدا. وبعدين بيصحى شيجاتيرا في اوضته وبيقعد يصرخ وبيسأل نفسه إنه كان ده مجرد حلم، لكن شيجاتيرا بيجيله إشعار تاني على الموبايل بيقول له نفس الحاجة، اختبار المتانة سيبدأ. والمرة دي بيلاقي في ركن في اوضته والحريق بيقعد يكبر ويكبر لحد ما بيلتهمه وبيعمل فراخ مشوية. وبعدها بيصحى تاني في اوضته وبيجيله مرة كمان إشعار على موبايله بيقول إن اختبار المتانة هيبدأ. وهكذا بيفضل الطائر يحط شيجاتيرا في اختبارات كتيرة جدا. وبنرجع تاني للعبة بلانيت، وهناك بيشرح ليون وبيقول إنه أي واحد مخه بيتصاب بالطائر الأسود في دماغه وبيموت، وبعد ما يموت بيتم تحويل عقله إلى بيانات وبيتم نقل البيانات دي لعالم مختلف. وبعدها بنكتشف إنه شيجاتيرا خضع لأكتر من 1,000,000 اختبار متانة. وبيقول ليون لسه سوماتا إنه ما يزعلش على شيجا، وبيقول إن شيجا كان بيحقق ثروة كبيرة جدا من بيع العملات الافتراضية بفلوس حقيقية. وبيسيب ليون وساسوماتا السفينة فبتنهار تماما في الهواء. ولما بيعرف تايتشيرو بموت بيكو بيجيله انهيار عصبي، وبتظهر مامته لأول مرة في العالم الحقيقي.
بيبلغ تايتشيرو أمه إن أخوه أسوما دخل المستشفى، فبتقرر الأم إنها تروح تزوره وبتطلب من تايتشيرو يروح معاها. ولما الاتنين بيوصلوا المستشفى بيلاقوا أسوما عينه سودا وحواليه ريش أبيض. وهناك في المستشفى بيقول الدكاترة لتايتشيرو إن أسوما عنده تمزق في الأوعية الدموية الموجودة ورا عينه، وده سبب إنه يحصل له نزيف العيون اللي عنده. وبيطمن الدكتور تايتشيرو وبيقول له إنه كل شيء طبيعي ومفيش داعي إنه يقلق. وبيشرح أسوما وبيقول لتايتشيرو إنه كان حاسس بالملل عشان كده قطع المخدة فطلع منها الريش الأبيض الموجود في الأوضة. وبيشكر أسوما أخوه تايتشيرو إنه جه عشان يزوره، وبيعترف له إنه بيلعب لعبة بلانت وبيستمتع بيها وبيعتبر اللعبة دي زي بيته، وبيعتذر له كمان إنه كذب وقال إنه مش بيحبها. وفي اللحظة دي بينادي تايتشيرو أسوما باسمه في اللعبة اللي بيكون وبيعترف له إنه هو بيكون اتشي. وبيكمل الاتنين كلام، وبيعترف أسوما إنه كان بيعتبر تايتشيرو مثله الأعلى. وبيقول أسوما لتايتشيرو إنه هو صغير كان بيلاقي صعوبة كبيرة إنه يكون صداقات ويظهر مشاعره، وتايتشيرو كان على عكسه تماما، دايما عنده أصدقاء كتير. وبيعترف أسوما لأخوه إنه كان هو النور في حياته، وإنه كل شيء اتغير لما تايتشيرو انغلق على نفسه وبقى انطوائي. وبيحضن أسوما تايتشيرو وبيقول له إنه زي الشمس في حياته سواء كان تايتشيرو أو إتشي، وبيكون متحمس جدا إنه يروح يلعب معاه لعبة بلانت يستكشفوا السراريب. لكن إتشي بيقول له إنه لسه ضعيف وإنه محتاج يتدرب جامد جدا. وبعدين وهم مروحين بيقعدوا يتكلموا عن لعبة بلانت وعن عائلة أكاباني، وبيكونوا هيركبوا باص، لكن أسوما ما بيكونش معاه فكة، فبيروح تايتشيرو يفك الفلوس. وهنا بتظهر سكرتيرة كوجيرو أبو أسوما وتايتشيرو، وبتحذر أسوما إنه يعمل تسجيل دخول للعبة بلانت. ولما بيرجع أسوما وتايتشيرو للبيت، تايتشيرو بيعمل لأسوما أكل، وأسوما بيكون عايز يلعب بلانت معاه، لكن تايتشيرو بيقول له إنه النضارة بتاعته بايظة. وبيروح أسوما أوضته وبيجرب يشغل النضارة، وبيرمي بتحذير سكرتيرة أبوه عرض الحائط. ولما بيحاول أسوما يعمل تسجيل الدخول الجهاز مش بيستجيب، وبيفهم أسوما إن الكمبيوتر بتاعه حصل له هاك، فبينادي أخوه عشان يساعده، لكن تايتشيرو ما بيجيش ولا بيرد عليه. فبيخلع أسوما النضارة وبيبص وراه بيلاقي الطائر الأسود، فبيهرب أسوما من الطائر وبيقعد يلف البيت كله على تايتشيرو لكنه مش بيلاقيه. فبيخرج بره البيت وبيقول له نفسه إنه كان لازم يقعد في المستشفى وقت أطول شوية. بعدين بيجي إشعار لأسوما على موبايله بيقول له إن اختبار المتانة هيبدأ، وفجأة بيلاقي عربية نقل جاية ناحيته بسرعة كبيرة. وبعد كده بننتقل عند تايتشيرو اللي بيكون دخل أوضة أسوما ولقى مرمي على الأرض وفي دم عمال يطلع من عينه. بيتخض تايتشيرو جدا على أسوما وبيكون عايز يتصل على الإسعاف بسرعة، لكن فجأة بتظهر قدامه سكرتيرة أبوه وهو ما بيكونش عارفها. فبتعرفه بنفسها وإنها مبرمجة في شركة جليم، وبتقوله إنه مفيش داعي يتصل بالإسعاف لأن أسوما أخوه مات خلاص. بتبدأ البنت تشرح إنه الطائر الأسود ده ذكاء اصطناعي ابتكره أبو كوجيرو، وإنه بيعمل عالم بيحاكي العالم الحقيقي بالظبط، لكنه أصبح فيروس بيصيب العقل بعدوى، وبمجرد ما يتصاب أي لاعب بالعدوى دي بيموت فوراً. بعد كده بياخد الطائر العقل بتاع اللاعب لمكان اسمه قفص الطيور، وبتقول البنت لتايتشيرو إنه لو مش مصدق ممكن يسأل أبوه. وبينما تايتشيرو بيكون مصدوم بيلاقي إنه إيد أسوما بتتحرك وإنه لسه بيتنفس، وبتتصدم البنت لأن دي حالة استثنائية. بنرجع تاني عند أسوما في قفص الطيور، وبيكون الطائر الأسود عمال يكمل في اختبارات المتانة. أسوما بيفضل يهرب من العربية وهي بتحاول تقتله بأي شكل لدرجة إنها بتفجره. وبنرجع تاني للعالم الحقيقي، بيفضل تايتشيرو يترجى البنت إنها تنقذ أسوما، فبتقول له إن ده مستحيل إلا لو في حاجة واحدة. وبتسأل البنت تايتشيرو إن كان عنده استعداد إنه يضحي بحياته عشان ينقذ أخوه، فبدون تردد بيرد تايتشيرو وبيقول لكن البنت بتكون فاكره انه اتسرع، فبترجع تاني تساله نفس السؤال، لكن كمان مره بيقول انه هيضحي بحياته عشان ينقذ حياه اخوه، وانه اي اخ كبير هيعمل كده. فبتاخد البنت تايتشيرو واسوما على المختبر، وبيكون اسوما لسه عايش، وبتقول لتايتشيرو انه هيدخل قفص الطيور وينقذ اخوه. بتدخلوا فعلا، وهناك بينقذ تايتشيرو اسوما من العربيه، وبيقول لاسوما ان العالم ده مش حقيقي وانه محاكاه. وبعدها بيبدا تايتشيرو انه يقاتل الطائر الاسود، وبيتزودوا البنت بالادوات اللازمه عشان يهزموا، وفعلا بيتمكن تايتشيرو انه يهزم النسخ اللي كانت محاصر اخوه. وبيبدا اسوما يرجع للعالم الحقيقي، لكنه ما بيكونش عايز يرجع من غير اخوه، لكن تايتشيرو بيبقى في العالم الافتراضي، وبيرجع اسوما للعالم الحقيقي وبيستيقظ اخيرا. وبنروح عند ليون وساسوماتا في اللعبه، ويبلغ ساسوماتا ليون ان الطائر الاسود بيضعف، والخبر ده بيخلي ليون متضايق جدا، لكنه بيطمن ساسوماتا وبيقول له انه هيبذل قصارى جهده عشان يخلي العالم حر. وبنرجع تاني للمختبر في شركة جليم، ولما بيصحى أسوما بيلاقي إن تايتشيرو جنبه وعمال يعيط من الفرحة إنه صحي، وبيقول أسوما لتايتشيرو إنه شاف حلم وحش، والحلم ده خلاه متأكد إنه لما يصحى مش هيقدر إنه يشوف تايتشيرو تاني. وهنا بيبدأ تايتشيرو يشرح لأسوما كل حاجة، وبيقول له إنه الشخص اللي أنقذه في الحقيقة هي سكرتيرة أبوه كامورو، وبيفهموا إن هي عملت نسخة ذكاء اصطناعي من ذكريات تايتشي ودخلتها في الواقع الافتراضي وخلتها تموت وهي بتنقذ أسوما. وفي العربية وكامورو مروحاهم بالليل، بتقول لهم إن أبوهم عبقري وإن هو اللي ابتكر بلانت والطائر الأسود وقفص الطيور، ودلوقتي عشان الطائر الأسود خطير بيطارد كل أنواع الذكاء الاصطناعي اللي بتغذي الطائر الأسود وبيقتلهم لأن ده هيضعفه. لكن تايتشيرو ما بيكونش عايز يسمع حاجة عن أبوه أبداً، وبيقعد يقول عليه كلام وحش وإنه كل اللي همه يعمل حياة مثالية وبس،
وبيقول كمان إنه بيراهن إن أبوه ابتكر الطائر الأسود على الرغم من معرفته إنه هيحط البشر في خطر كبير. وبيسأل عسوما تايتشيرو إن كانت شخصية أبوهم السيئة والقاسية اللي بتتوقع الكمال من كل اللي حواليه هي السبب إنه بيحب شيرو في لعبة بلانت للحد ده، لأنه عكس أبوهم الحقيقي. وبننتقل عند أبوهم كوجيرو، وبيصحى من النوم تعبان وبيراجع الإشعارات على موبايله، فبيلاقوا إن ابنه عسوما كان باعت له رسالة بيبلغوا فيها إنه دخل المستشفى. فبيجري كوجيرو على المستشفى، لكنهم بيقولوا له إنه عسوما خرج. فبيقعد كوجيرو يعيط وبيطلع جري على البيت، وهناك قدام بيت عيلة أريما بيقف تايتشيرو مع كامورو، وبتقول له كامورو إنه لو حاول يشوف أبوه بطريقة تانية هيبطل يكرهه. لكن تايتشيرو بيحكي لها إزاي مثالية أبوه الفارغة اتسببت إنه أختهم الصغيرة آيا تموت. وبيحكي تايتشيرو إنه آيا كانت بطيئة في الفهم وبتنسى كتير، عشان كده أبوه كان دايما غضبان منها وبيضربها لأنها ما كانتش مثالية زي ما هو عاوز. وفي يوم نسيت الدفتر بتاعها في المدرسة، فأبوها بيخليها تروح المدرسة لوحدها الساعة 10 بالليل عشان تجيبه، لكن بيحصل لها حادثة وما بترجعش آيا البيت تاني أبدا. وبندخل لعبة بلانت، وبيكون في اجتماع في رابطة غرناطة، وفي الاجتماع بيكشف ليون حقيقة إنه ساسوماتا هو في الحقيقة ذكاء اصطناعي، وبيحكي ازاي هو ما كانش عنده اي اصحاب وقابل ساسوماتا في اللعبه وبدا يعلمه ازاي يتكلم. وبيكشف ليون اسماء لاعبين تانيين مش بشر لكنهم ذكاء اصطناعي، لكنه بيقول انه ساسوماتا هو الوحيد المدرك حقيقه انه ذكاء صناعي مش بشري. وبيبدا ليون يقول لمجلس الاداره انه ليون ذكي وعاطفي، وانه ظلم انه شيرو اكاباني يقتله لا لشيء الا انه ذكاء اصطناعي. وبيقول ليون انه هيحول ساسوماتا الانسان. فبتساله واحده من مجلس الاداره ان كان هيشكل حركه تعترف بالذكاء الاصطناعي كبشر، لكن ليون بيقول انه اصلا هيغير تعريف الانسان كله وهيعيد صناعه عالم يقدر فيه يعيش مع ساسوماتا وبيتنفسوا الهواء نفسه. بعد كده بيبدا الريش الاسود يتساقط في مبنى غرناطه، وبنكتشف ان ليون ضحى بافراد رابطه غرناطه عشان يتغذى عليهم الطائر الاسود عشان يكون اقوى. وبيبدا الريش ينزل في كل مكان في اللعبه. وبنرجع تاني عند بيت عائله اريما، وبيكون كوجيرو وصل وبيبدا يزعق لكامورو انها في بيته، لكنه بيعرف ان اسوما اتصاب بالطائر الاسود. فكوجيرو بيكون عايز ياخد اسوما عشان يعمل اختبارات على دماغه عشان يعرف ازاي نجي وما ماتش مباشره من العدوى. لكن تايتشيرو بيعترض طريقه وبيقول له انه مش هيسيبه ياخد اخوه الصغير في اي مكان، وانه دايما تصرفاته دي بتتسبب ان الناس تموت، وطبعا بيكون قصده على آيا. فابوه بيطلب من تايتشي انه يتخطى موتها، فبيتضايق تايتشيرو جدا وبيكون عايز يضرب ابوه، الا انه اسوما بيسبقه وبيبداوا انهم يتخانقوا، وبيجري تايتشي وبيقول انه مش هيرجع البيت تاني، لكن كوجيرو بيفضل يجري وراه لحد ما مخلوق غريب بيهجم على كوجيرو ويقطع رجله. بنكتشف انه العالم الافتراضي اندمج مع العالم الحقيقي، وبيظهر اول مره ليون في الحقيقه، وبيكون طفل صغير وفرحان انه هو وصديقه ساسوماتا بقوا اخيرا عايشين في نفس العالم. بيبدأ العالمين انهم يندمجوا سوا، وبيبدأ اسوما وتايتشيرو وكامورو انهم يعملوا اسعافات اوليه لكوجيرو. وبعدين بتطلع في دماغ تايتشيرو انه يفتح الشاشه زي لعبه بلانت، وفعلا الشاشه بتتفتح وبيطلب كوجيرو من كامورو انها تعمل عليه تعويذه شفاء، وفعلا بترجع تاني رجلين كوجيرو. وبيشرح لهم كوجيرو انهم دلوقتي كلهم مصابين بعد والطائر الاسود، وانهم في لعبه بلانت. وبيكون الانترنت مفصول، لكن نشرات الاخبار بتذيع اخبار عن ظهور مخلوقات غريبه. لكن كامورو بتقول لكوجيرو انهم مش في لعبه بلانت، لكن هم في حاجه اشبه بالحلم وكل العالم مشترك فيه، وانه اي شخص عنده جهاز متصل بالانترنت او قريب من جهاز متصل بقى دلوقتي مصاب. وبيشوف تايتشي واسوما وموم على التلفزيون وبتكون في خطر، فبينهار كوجيرو من احساسه بالذنب، لكن كامورو بتواسيه وبتقترح عليه يروح يساعد اولاده في انهم ينقذوا امهم. بيروح اسوما وتايتشيرو عند العملاق اللي بيدمر المدينه، وهنا بيحاولوا ينقذوا امهم، لكن العملاق بيكون اقوى منهم بكتير وبيكون خلاص هيدوس عليهم ويقتلهم. فجاه بيجي شخص وبيلكم العملاق ده، فبيتمكن الثلاثه من الهروب. بيبص تايتشيرو فوق، بيلاقي انه اللي ضرب العملاق بيشبه شيرو سان، لكنه بيكتشف انه ده ابوه مش شيرو. ولما بيقضي كوجيرو على الوحش بيسال تايتشيرو ابوه اذا نقل بياناته للعالم ده، فبيقول كوجيرو انه هو كامورو اخترقوه. فبيقعد تايتشيرو يزعق ويقول لابوه انه طالما عبقري كده فيا ريت ينهي الوضع ده كله ويحله، لكن كوجيرو بيقول انه في فرق بين انه يخترق النظام وما بين انه يوقفه بالكامل، وانه الطريقه الوحيده ان الوضع ده ينتهي هو انه يزيل الطائر الاسود تماما. لكن ميابي اسوما وتايتشيرو بتفضل تهدي فيهم وبتقول انه اهم حاجه انهم هنا سوا، وفجاه بتبدا تتكلم مع آيا وهي اصلا مش موجوده، فبيعرفوا انها بيجي لها تهيؤات. فبيمسك كوجيرو ميابي وبيقعد يزعق فيها انها تفوق، وبيخرج هو كمان عن السيطره. فبيمسك تايتشي سيف وبيغرسه في كتف ابوه عشان يسيب امه. فكوجيرو بيضرب تايتشي بالقلم وبعدين بيندم وبيحاول انه يعتذر لتايتشي، الا ان تايتشي بيسيبهم كلهم وبيمشي وبيقول انه مش همه هيحصل ايه للعالم، واللي يعيش يعيش واللي يموت يموت. لكن كامورو بتنادي على تايتشيرو وبتقول له انهم ممكن يكونوا عيله سعيده في الواقع زي ما كانوا عيله سعيده في اللعبه.
كلهم بيتصدموا انهم عائلة اكاباني، وخصوصا تايتشيرو وكوجيرو. وبيبدأ تايتشيرو ينهار، وبيجي عليه ساسوماتا وبيمتص مشاعره وبيقول انها مشاعر الياس. وبيكتشف كوجيرو انه ساسوماتا هو نظام التشغيل بتاع العالم ده، وبيقول ليون وساسوماتا انهم بيحبوا عائلة اكاباني جدا، عشان كده هيسمحوا ليهم بالعيش في العالم ده تحت شرط انهم يكملوا كعائلة اكاباني. وبتعترض كامورو على العبط اللي بيقولوا ليون وساسوماتا، وبتقول انه استحالة هيبدلوا الحضارة الإنسانية العظيمة بالعبط ده. فساسوماتا بياخد الموضوع بشكل شخصي لأنها مطورة ذكاء اصطناعي، وبيفجر لها دماغها وبتموت. بيصرخ كوجيرو في رعب على جثة كامورو، وبيحاولوا انه يشفيها باستخدام السحر، لكن الأوان فات خلاص وما بيقدرش يشفيها. بيكون غاضب جدا، وبعد ما كان ضد القتال ضد ساسوماتا في الوقت الحالي بيقوم وبيهجم عليه، لكن ساسوماتا بيرجع كوجيرو إلى طبيعته الأصلية بدون قوته في لعبة بلانيت. وبيقول ليون انه عايز يبني مؤسسة جديدة اسمها مملكة غرناطة مع ساسوماتا، وانه هيخلي ساسوماتا هو الملك. وبيبدأ العالم يخرب تماما، والناس بتكون بتسرق وتنهب عشان تفضل على قيد الحياة، لكن الشاشات في العالم ده بتعلن عن مملكة غرناطة، وبيكون فيه إشاعات إن اللي بينضم للمملكة الوحوش بتبطل تهجم عليه. وبيكون كوجيرو قاعد في البيت لوحده، وأسوما وتايتشيرو وأمهم في ملجأ، لكن أسوما بيودي أكل لأبوه في البيت، لكن كوجيرو ما بيسمحش ليدخل أبدا إلا بعد ما يوعده أسوما إنه ما يقولش لأخوه أو أمه عن اللي هيشوفه جوه. وبنكتشف جوه إن كوجيرو كان طول الوقت ده بيحاول يرجع كامورو إلى الحياة، لكن في النهاية كوجيرو بيستسلم وبيقول إن الموت في العالم ده موت نهائي وما ينفعش نرجع الموتى للحياة. وبعدين بيطلب كوجيرو من أسوما إنه يساعده يدفن كامورو، وبعد دفن كامورو بيقول أسوما إنهم بقالهم وقت طويل جدا في العالم ده، وبيتساءل إذا كانت أجسادهم في العالم الحقيقي ماتت من الجوع خلاص. وبيشرح كوجيرو لأسوما وبيقول له إنه ده على حسب إن كانت البيانات منقولة أو مكررة. وبيقول كوجيرو لأسوما إنه هيروح معاه تاني يوم للملجأ عشان يشوف تايتشيرو وأمهم، إلا إن أسوما بيقول إن ده مش فكرة جيدة، لكن تايتشيرو متضايق جدا منه وشايف إنه شيرو خدعهم وإن عائلة أكاباني ما كانتش صدفة أبدا. فبيدي كوجيرو أسوما جهاز يوصله لتايتشيرو مع رسالة ليه بتقول إنه تايتشيرو لازم يفتح الجهاز أول ما يشوف وش أبوه. ولما بيرجع أسوما للملجأ بيدي الجهاز لتايتشيرو، لكن تايتشيرو بيرميه على طول بعيد عنده. وبتبدأ تكبر مملكة غرناطة وبتوفر للناس اللي بينضموا ليها الأكل والشرب والحماية من الوحوش، وحتى إنهم بيشفوا أمراض الناس دي. وبينما ليون بيكون واقف يخطب في الناس اللي انضمت لمملكة غرناطة، بيجي عليه شيرو وبيهدد ليون، فبيجي ساسوماتا عشان يدافع عن ليون وبيصد هجوم شيرو بكل سهولة. لكن يبدو إن ساسوماتا بيمر بأزمة هوية شديدة، لأن كل شخصيات الذكاء الاصطناعي التانية كانت لها مرجع بشري وما تعرفش إنها ذكاء اصطناعي أصلاً. وبيسأل ساسوماتا كوجيرو عن هويته وهو مين وليه اتصنع، لكن سيرو بيرد عليه وبيقول له إنه لا شيء وملوش أي هوية. وبيسأل شيرو ساسوماتا بالمقابل إن كان هو قصد إنه يجمع عائلة أكاباني، فبيسكت ساسوماتا وما بيردش. وبيقرر الطائر الأسود أكل شيرو، لكن شيرو بيهجم عليه بسلاح النور اللي طوره مع كامورو الله يرحمها، لكن الطائر الأسود بيحول شيرو لكوجيرو وبيجرده من كل أسلحته بسهولة شديدة. وبيظهر وش كوجيرو في كل مكان، وبيبدأ الجهاز يشتغل وبيكون عليه رسالة بتقول هل ترغب في إلغاء تثبيت أريما كوجيرو؟ وبتستمر الوشوش دي في الظهور في كل مكان حتى على الطائر الأسود نفسه. وبيعرف إنه اتصاب بفيروس وبيبدأ ينزل ريش أبيض في كل مكان، وبنستنتج إنه أريما كوجيرو حول نفسه الفيروس زي الطائر الأسود واخترق نظامه وسيطر عليه. بيبدأ العالم الافتراضي إنه ينهار، وبتقعد رسائل كوجيرو لتايتشيرو تظهر على الجهاز، وبيقول فيها كوجيرو لتايتشيرو إنه جات له فرصة إنه يقتله هو والعالم ده كله بإنه يعمل له إلغاء تثبيت. بعد كده بينتقل الطائر الأسود وكوجيرو لفضاء غريب أشبه بالبرزخ، وهناك بيعترف كوجيرو للطائر الأسود وبيقول له إنه صنعه لأنه كان عايز يعوض وجود حد مات، وبيكون الحد ده هو آيا بنته. وبيفرح تايتشيرو إنه جات له فرصة إنه يقتل أبوه، لكنه فجأة بيفوق قبل ما يمسح أبوه تماماً، وبيقول لنفسه إنه مش هيكون ترس في خطة أبوه، وبيروح وبيحارب ليون. وبيسأله تايتشيرو عن مكان كوجيرو، وبيشاور له ليون على الحاجز اللي موجود جواه كوجيرو وساسوما وكوجيرو أبا، وبيختلق تايتشيرو الحاجز وبيشد أبوه، لكن كوجيرو بيشرح لإيتشي إنه دي هي المهال أكثر منطقية عشان يرجع العالم لطبيعته وتحرير إيتشي من كراهيته لأبوه. وبيبدأ تايتشيرو في العياط، وبيمادي كوجيرو بآبي، وبيكون مش عايز يموت، وبينسب كوجيرو بإيد تايتشيرو عشان يواسيه، لكن في اللحظة دي بيتحول الطائر الأسود لآيا وبيمادي كوجيرو، فكوجيرو بيروح وبيحضن آيا وبيختفي معاها. وبيرجع العالم الحقيقي بعد 13 يوم، وشركة جليم ألقت اللون على شوية موظفين عشان يفلتوا من العقاب. بعدها اتصل أسوما بتايتشيرو وبنلاقي إنه تايتشيرو خلاص بطل يكون منعزل وافتتح شركة خاصة بيه، وأسوما اشترى في شركة جليم، وبيتفق الاثنين إنهم يروحوا هوكايدو سوا، وهناك يلاقوا تن شبه توايلايت هي. وبيقول تايتشيرو إنه عايز يبني قبر لأبوه هنا، لكن أسوما بيقول إنهم أصلا مش لاقيين أي أثر أو جثة لأبوهم أو لتامورو، وبيتفق الاثنين إنهم يبنوا بيت هنا ويعيشوا سوا مع عمهم.
هناك بيشوف تايتشيرو تلميذ أحمر، وفجأة صورة غير متوقعة بيبدأ تايتشيرو إنه بنفسه يركسي.